السلام عليكم. انا سميتي كناف سلام، ساكن في كناف. هذا الطريق نعم سيدي الرئيسي، ايوا سيدي فيه 352 الرقم ديالو. راه قطعوا هاد خويا، قطعوا باقي له 40 متر ويتلاقى مع الاخر في 12 متر، وجا دابا ريب علينا هنا جوج الحيوط. راه دخلنا هنا الطريق اخر، بغا يدير هنا الطريق اخر. هنا ما كاين الطريق عمرو، ملي توفى الوالد ديالي خلاها بطاطا. هو دابا راه حل علينا هنا جوج الحيوط اللي ريب علينا. دابا كنطلبوا من جلالة الملك محمد السادس الله يشافيه والله يعافيه، كنطلبوا منه وكنطلبوا من المسؤولين ديال الناظور ولا ديال الرباط غادي يشوفونا حنا هذا الاخ راه هجم علينا، ما خلى ما دارنا، راه كلشي راه لعبنا فيه، راه دانا الوثائق ديال الباط، دانا كلشي، ما خلانا حاجه، راه حيينا حنا في المحاكم. ودابا السلطه كتشوف كلشي في الطرق مبنيين ما داتش فيهم كلشي، لا السلطه ولا العداله. هاد الشيء راه ماشي معقول، هاد الشيء هذا حنا راه قضى علينا هاد السيد، راه 18 دعوه اللي دار ليا، راني انا عييت معاه. ودابا كتبوا المسؤولين باش غادي يشوفونا هاد السيد، يهزوا علينا هاد السيد. هاد السيد ما كاينش عليه بولا مخزن، ما كاينش عليه بولا مخزن. وهاد الطريق اللي مبلع، هذا الطريق راه عمومي، طريق عمومي فيه 12 متر في العرض وفي الطول راه خرج حد المقابر ديال سيدي سالم، ولكن هو راه قطعوا هنايا في البنيان، هنا قطعوا في البنيان هنايا، ها في قطعوا في البنيان، وحنا رد علينا الطريق كيتقبل علينا الحيوط. ها هو فيه حتى واحد المسؤول ما داش فيه كاع. هذا الطريق هذا هو الطريق متلاقي مع الاخو اللي الفوق، راه بنا فيها راه باعهم، السلطه كاع ما داتش فيه كاع، راه ماشي واحد الدار اللي بناها هنا ولا جوج ولا عشوائيه، هذا مقاول عشوائي كريم هنايا الحيوط كتقبل على الناس وكيزيد، والمسؤولين كامل كيشوفوا فيه. ها كلشي هاد بني عشوائيه، ها الطريق داز من هنايا، ها الطريق تلاقى مع الاخر، طريق عمومي. ها كنطلبوا المسؤولين غادي يشوفوا هاد السيد. كيت الله ابرد الطريق اللي ريب هو هذا. في 2017 جا الخبير محمد ميرا قال له راه عنده عند السيد واحد الطريق جهه الغرب من هو اليه، كيدخل تما وكيخرج من تما. هو جا تقبل بالله هذاك اللي بنا فيه، جا ريب هذا بلاصه وريب هذاك بلاصه ودخل فينا طريق الهيه، طريق عمره ما كانت مبوط الطريق، راه عنده الخبره ديال 2017. ومع ذلك جاوا القضاء، جاوا الخبراء في 2019 من ريب هذا زوروا الخبره، قالوا راه هذاك الطريق اللي عنده راه هو هذاك، راه هو ما عنده طريق اخر غير هو هذاك. جا عاود الاخر عاود موراه محمد ميري عاود في الاستئناف عاود قال له راه هذاك الطريق واه تلاقى مع الطريق اخر، علاش ما قالش في الاول؟ يقولوا بان راه تما جوج طرقان محمد ميرا جوج بهم دايرين الزور. اما القضاء استعجاليين علاش هما من طعنتهم انا في الخبره، علاش هما ما عطيوش الخبره الاخر؟ قال كنا احنا غادي نحكموها لا في الاستئناف ولا في الابتدائيه، ما عندهم بول الحق، واحد الخبره هما غادي يحكموا، من حقي انا غادي نعطيهم جوج خبراء والثالث يخرجوا هما الرؤساء على المكان. هكا اللي كينعرف القانون. كنطلب من المسؤولين من جلاله محمد السادس الله يشافيه والله ينصروه غادي يوقف معنا في هذا الشيء، والمسؤولين ديال الناظور ولا ديال الرباط انا ما نطلقش منهم، باقيين شهرين غادي نتقاعد وغادي نتبعهم. لا اله الا محمد رسول الله. هذا مواطن. هذا المشكله عاود هنا الثانيه، حنا عندنا هذا القسم هنا عدليه، اما هو مشى جابنا واحد الخبير عاود من بركان. لا في الاول كان صفتونا واحد الخبير من هنا من الناظور مصطفى قردوش، على 4 ايام اللي صفت لي قال لك غادي نخرجوا. اصبر واحد السيمانه عاود دار لي تليفون قال لك لا راني ما خرجتش، انا عندي بزاف ديال الناس. اش من السبب؟ قالوا لي الناس راه مشى عنده باش يصوب معاه، جرى عليه قال له خرج ولا جيب البوليس. وصفتونا واحد الخبير من بركان، هذاك الخبير جا قعد لي تحت البركون دمنا الوثائق ومشى بحالاته. اما انا فين لحني في هذه القسمه ديال العدليه اللي عندنا هنايا، لحني الهاه والهاه البلاد ديال الورثه كامل هذاك الهاه هو رد كلشي ديالو. جاب واحد الملكيه بعيده من هنايا 500 متر للفوق، كان باعها في التسعينات حطها كدير عليها المطلب، عندنا له التعرض. دابا رانا معاه في المحكمه، ودابا ذاك الخبير دابا راه غادي نتبعوا حنا في المحكمه، راه زورنا الخبره. دابا رئيس المحكمه دابا هما اللي غادي يخرجوا هنايا، الهيئه غادي تخرج هنا، داكشي اللي غادي يطلبوا. رجع الوطن والسيد جا استغل ريبنا هذا القوس باش غادي يتلاقى الطريق ديال داك الحوت اللي ريب مع هذا القوس باش يردوا طريق عمومي، بانه هو راه مقاول عشوائي بغى يدير الطريق بالزز. اما الطريق اللي كان
ديال الدوله راه بنا فيه الديور باعهم. ودابا جا هنا ريب هذا الشيء باش غادي يدير طريق عمومي. هنا عمرنا ما كان طريق عمومي، هنا هذه البلاصه خاص الورثه. با خلانا عليه الاشهاد بان هذا الطريق خليته خاص الورثه 6 متر في 80 متر. راه عندي الاشهاد ديال العدليه. هذا جدعني من يقعوا امشي انا الجيران هنا وباغي يشغل ما خفافه يقاس الملكيه في صفه. انت يقرب الملكيه في صفه، انت عارف انهم يقان سنه نحكم 19 سنه نحبس. اقش الجيرانينو صغير خافس فالملكيه يقيل ياسم تغالي الكوازير. اما نهار كيس ندير المحكمه قالت المحافظه الرئيس المحكمه يقاس حويايد الشهاده المحافظه. اذا الشهاده المحافظه واش زبو بريد انت جالس الشهاده والخبير الني انوار امين انوار يقاس بيد قوا بريد عاود حتى انت عاود قزوار عاود خبره عاود خش لقى كيس ندير المحكمه ما رماني السبب وقنا في دريس يتزوار الملكيات كلشي زواريت.